مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان معاهدة لوزان ونهاية الدولة العثمانية. معاهدة لوزان هي المعاهدة التي حددت حدود تركيا الحالية التي وقعت بين تركيا، وكان يقودها في ذلك الوقت مصطفى كمال اللي هو الملقب بأتاتورك. يعني أتاتورك ليس جزءا من اسم، إنما هو لقب ويعني أبو الأتراك، وبين عدة دول أخرى مثل بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، اليابان، اليونان وبلغاريا. هذه المعاهدة هي التي أعطت الاعتراف الدولي بقيام دولة تركيا الحالية. معاهدة مهمة جدا وخطيرة جدا من حيث الأهمية والأثر في التاريخ الإسلامي، يعني ليس في التاريخ التركي وإنما في التاريخ الإسلامي. الكثير من الأصدقاء أرسلوا لي طوال السنوات الماضية وبشكل يعني شبه أسبوعي، يعني ما هي معاهدة لوزان ومتى ستنتهي؟ هل ستنتهي بعد 100 عام من توقيعها؟ يجرى توقيعها 1923، فمفروض تنتهي في 2023، يعني بعد 3 سنوات. وهل بعد أن تنتهي هذه المعاهدة هل يمكن لتركيا أن هي توسع أراضيها وتستعيد الأراضي المحتلة؟ هل سوف تعيد تركيا الخلافة الإسلامية؟ هل سوف يتم إلغاء القيود على تركيا للتنقيب على البترول والغاز الطبيعي وغير ذلك من هذه الأمور؟ هل؟ طبعا الإجابة على كل هذه الأسئلة سنعرضها عليكم خلال الشرح، ولكن بداية معاهدة لوزان غير محدودة بفترة زمنية، يعني هي قائمة 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة. إنما معاهدة لوزان ستنتهي عندما يسقط الأساس النظري الذي قامت عليه. معاهدة لوزان لها أساس نظري قبل المعاهدة، يعني المعاهدة صحيح وقعت عام 1923 بعد الحرب العالمية الأولى، لكن لما نبحث الآن سنجد أن ميلاد المعاهدة بدأ في عهد السلطان عبد الحميد وليس في عهد أتاتورك كما يتخيل الكثيرون. يعني المعاهدة لها جذور، عارف انت البذرة التي تأخذ تنمو وبعد ذلك تشق الأرض وتخرج، هذه هي معاهدة لوزان. فهي لم تبدأ ولم تولد في عهد أتاتورك، إنما هي بدأت وولدت في عهد السلطان عبد الحميد وبدأت تخرج حتى جاء النص المكتوب الذي سنعرضه عليكم ليتوج عملية النمو التي كانت تجري تحت الأرض لفترة طويلة. فبنتكلم هنا إنه في هناك أساس نظري لهذه المعاهدة، ثم في نص المعاهدة، ثم في تطبيقات للمعاهدة. التطبيقات الخاصة بالمعاهدة موجودة اليوم في تركيا وموجودة في المدارس، في الكتب المدرسية، في الأفلام والمسلسلات. فمعاهدة لوزان ليست مجرد نصوص كتبت في اتفاقية، هذا غير صحيح. فإذا جرى إسقاط الأساس النظري لهذه الاتفاقية، ثم إذا وقعت حرب جديدة سوف تغير من الاتفاقية. يعني إذا وقعت حرب جديدة ولا قدر الله هزمت فيها تركيا، سوف تلغى المعاهدة وتقلص مساحة تركيا كما جرى للمسلمين في الأندلس. إذا انتصرت تركيا سوف تغير المعاهدة وتوسع حدود تركيا. أما بالنسبة لعودة الخلافة الإسلامية، فعودة الخلافة الإسلامية هذا لن يحدث إلا إذا وقعت حرب عالمية ثالثة وكان المسلمون طرفا فيها وانتصروا. إنهاء الخلافة الإسلامية تم بعد هزيمة المسلمين في الحرب العالمية الأولى، وبالتالي لابد تحدث حرب عكسية كما سنرى في الشرح، والخرائط سيوضح لنا هذه الأمور. تعالوا نبدأ ونشاهد الخرائط. ودايما عند الحديث عن التاريخ لابد نعرض الخرائط ولابد نذكر التاريخ العالمي، كل الدول التي تلعب معنا على الساحة. مفيش حاجة اسمها ناخد تاريخ تركيا أو الدولة العثمانية، هذه كارثة كبيرة. ونركز على الأساس النظري الذي قامت عليه الدول، لأنه هو اللي هيترتب عليه الحروب ونتائجها والمشاكل إلى آخره. تعالوا نبدأ. أولا هذه الخريطة بتشرح معاهدة لوزان 1923. بموجب المعاهدة أصبحت هذه هي تركيا، هذه هي الأراضي التركية. أما ما عدا ذلك في بلغاريا، اليونان، هذه أصبحت ليست أراضي تركية. أيضا العراق
وسوريا أصبحت لم تعد أراضي تركيا، وهذه المناطق. سنعود إلى هذه الخريطة مرة أخرى، لكن تعالوا نعود إلى أقصى اتساع وصلت إليه الدولة العثمانية، لأنه من هنا هتبدأ معاهدة لوزان. هذه الخريطة تمثل أقصى اتساع وصلت له الدولة العثمانية، وهي خريطة تقريبية. ونجد هنا في هذه الخريطة أن الدولة العثمانية حل محلها اليوم 42 دولة. أنت بتتكلم عن دولة إسلامية بمساحة قارة، حاجة ضخمة جدا. تعالوا نشوف الدول. يعني مثلا كانت بتضم السودان، إريتريا وأجزاء من إثيوبيا، كانت جزء من الدولة العثمانية من عهد السلطان سليم الأول. السلطان سليم الأول ده من اللي هو فتح مصر 1517. في ذلك الوقت كانت إريتريا ومصر بلد واحدة. أيضا جيبوتي، شمال الصومال، كل هذا كان أرض في الدولة العثمانية، وشمال الصومال أصلا كان أرض مصرية. لكن هل يدرسون لنا هذا في مناهج التاريخ؟ لا. هل شاهدتم أي خريطة في مناهج التاريخ المصرية بتوضح إنه مصر كانت بتضم السودان وإريتريا وكذا؟ لا، هم عاوزينك خلاص حدود سايكس بيكو اللي هي مصر الموجودة حاليا فقط. كانت بتضم اليمن الشمالي، أحيانا ضمت عدن اللي هي في اليمن الجنوبي، ضمت أيضا الجزيرة العربية اللي هي ما يعرف الآن باسم السعودية. وطبعا من الخطأ أن السعودية بترسم أحيانا أنها ليست جزء من الدولة العثمانية، وهذا خطأ، لأنه خضعت مرات كثيرة للدولة العثمانية. قطر، الكويت، العراق، أجزاء من إيران، أذربيجان، أرمينيا، جنوب روسيا اللي هو القوقاز الإسلامي، القرم كانت إسلامية وكانت تابعة للدولة العثمانية، اللي هي أوكرانيا حاليا يعني، رومانيا، الدولة الصغيرة هنا اسمها مولدافيا، المجر، دول البلقان، اليونان، ليبيا، تونس، الجزائر، وجزيرة كريت، وجزيرة قبرص. طيب ما الأساس النظري الذي قامت عليه هذه الدولة؟ أي دولة كي تقوم لابد ولازم وحتما توجد فلسفة خلفها. حتى لو واحد أسس دولة ولا يوجد أساس نظري لها، يوجد لها أساس نظري. لازم ولابد وحتما يكون في أساس نظري. يعني مثلا البناء الذي أنا فيه هذا هو وجد أولا، ولا في مهندس عمل معادلات رياضية نظرية أنه والله الأحمال بتاع الأسمنت والخرسانة والطول والعرض وعدد الأعمدة والمبنى كيف سيكون متماسكا؟ ففي أساس نظري أنا بسميه دين الدولة، الدين الذي تقوم عليه الدولة. في حالتنا الدولة العثمانية قامت على الإسلام، بتقول الإسلام أنشأني. طبعا في ناس تقول لك ممكن دول لا تقوم على أساس الدين، الكلام ده غير صحيح. يعني مثلا الاتحاد السوفيتي قام على أساس الشيوعية. الشيوعية دين وإن لم تسمي نفسها دينا، لأن ما هو الدين؟ الدين هو الذي يجيب على الأسئلة الغيبية. يعني من خلقنا؟ يعني هل يوجد إله أم لا؟ فمثلا المؤمنين إن كانوا مسلمين ولا مسيحيين أو هندوس أو بوذيين يقولون إنه في إله أو آلهة. يعني في حالة مثلا المسيحية في 3، في حالة الهندوسية في 3 آلهة، لكن بيجمعهم إن في إله خلقنا. طب الشيوعية بتقول إيه؟ بتجيب على هذا السؤال وبتقول لا يوجد إله. بتقول لا يوجد إله، فهي بتجيب على نفس السؤال الذي يجيب عليه الدين. أصحاب الأديان مثلا نحن كمسلمين بنقول إيه؟ بعد أن نموت سوف يكون هناك إيه؟ جنة ونار. طيب الملاحدة أو الشيوعيين بيقولوا لا يوجد إيه؟ جنة ولا نار. طب بعد ذلك طبيعة هذا الإله، فمثلا يجي البوذيين والله يقول لك إحنا بنعبد مثلا صنم أو شيء من هذا القبيل، فليس له سلطة. أو واحد بيعبد شجرة مثلا فليس له سلطة، فيقول لك أنا بعبده كذا ولكن أنا حر في حياتي. واحد يقول لك والله أنا أؤمن بالله ولكن ربنا خلقنا وتركنا نحن نختار قراراتنا، نضع القوانين التي نشأها. واحد بقى مسلم يقول لك لا، الله خلقنا وأمرنا بكذا وكذا وكذا، يبقى احنا لابد نطبق الشريعة الإسلامية. واحد مسيحي يقول لك الله خلقنا وأمرنا بكذا وكذا، يبقى لابد نطبق الشريعة المسيحية. على فكرة المسيحية فيها شريعة يعني اللي هو الكتاب التوراة اليهودي. المهم مش ده موضوع. فيبقى اللي هو الكنيسة في العصور الوسطى ففيه قوانين. فإذا هذه الفكرة إنه الأساس النظري هيترتب عليه كيف تنشأ الدولة ثم كيف تنهار مرة أخرى.
فالدولة العثمانية قامت على أساس نظري، وهي أنها دولة للمسلمين. لما ننظر لهذه الخريطة نجد أن هذه الدولة بتضم عرق العرب، بتضم أعراق من الشركس، بتضم ناس من الألبان، من الرومان، من البلغار هنا، من اليونانيين، بتضم مسلمين عرب هنا ومسلمين بربر هنا في هذا المكان، مسلمين أفارقة في هذا المكان إلى آخر، أو أعراق أفارقة. فهي بتقول أنا بلد مسلم والشريعة الإسلامية هي التي تحكم. بيترتب على ذلك أن كل من يعرف نفسه على أنه مسلم بيقبلها وبيؤيدها وبيخضع لها وبيساندها. يعني المسلم العربي بيؤيد الخليفة العثماني اللي هو تركي. لماذا؟ يقول لك لأنه مسلم. لا يهم إطلاقا أن أكون عربيا وأن يكون هو تركيا، مسألة غير موضوعة في الاعتبار. وكذلك البربر وهكذا والأكراد إلى آخره. لذلك تجد أن المشكلة الكردية لم تكن قائمة في عهد الدولة العثمانية، لأنه كانوا بيعرفوا أنفسهم على أننا مسلمون. مسألة أن احنا أكراد مسألة غير مهمة في السياق يعني. ولكن هذا الأساس النظري يترتب عليه مشكلة أخرى، وهي أن غير المسلمين يتمردون على الدولة. يعني بيقول لك إحنا لسنا مسلمين، طب إحنا نخضع لكم ليه؟ هذه ليست دولتنا. هتجد الأرمن في هذه المناطق، طبعا الأرمن جرى تجمعهم موضوع كبير جدا. البلغار هنا بلغاريا، هنجد الرومان رومانيا، الصرب في هذه المناطق. يعني هتجد أن الذين هم مسيحيون أو ينتمون لغير الدين الإسلامي بيعتبرون أن هذه الدولة ليست دولتهم، إنما هم موجودون فيها بالقوة. فبالتالي بينتهزون الفرصة عندما تضعف الدولة يخرجون عليها ويتمردون عليها. ولذلك لما ننظر في الخرائط التالية هنجد الأساس النظري أدى إلى مفعول، وهو أن الولايات المسيحية اللي موجودة في البلقان، هذه هي الولايات المسيحية الموجودة في البلقان، هي أول ولايات فقدتها الدولة العثمانية. لأن الناس بيقول لك احنا مسيحيين ودي ليست دولتنا، احنا أجانب فيها. فعندما تضعف قيادة الدولة على طول بيخرج من لا يعتبرون أنفسهم جزءا من الدولة. لذلك ميكيافيلي يقول في كتابه الأمير، كتاب مهم جدا في علوم السياسة على فكرة، سواء بقى أنه بيبرر الوسيلة والكلام ده كلام خرافي، لكن كتاب مهم جدا أدعوكم أن تسمعوه، موجود على اليوتيوب. يقول إذا فتحت أرضا جديدة فانقل إليها سكانك. لذلك السلاطين العثمانيين لما فتحوا اسطنبول لم يكن فيها مسلمين أصلا ولا أتراك، فنقلوا المسلمين الأتراك إليها، فبقيت اسطنبول تركيا حتى اليوم. طب لو هم لم يقوموا بنقل المسلمين الأتراك إليها كانت اسطنبول اليوم جزء من اليونان، إنما بقيت اسطنبول جزءا من الأرض التركية بسبب قيام السلاطين العثمانيين بنقل سكانهم إليها. ولذلك هتجد الأسبان لما أعادوا السيطرة على الأندلس نقلوا سكانهم للأندلس، ولذلك بقيت أسبانيا حتى اليوم مسيحية ينتمون للقوط. هتجد الصين لما استولت على تركستان الشرقية اللي فيها مسلمين بتنقل سكان صينيين للمكان، وهي مش مكتفية بكده، لا بتقوم بقتل المسلمين واعتقالهم إلى آخره. هتجد نفس الأمر بيجري في إريتريا، هتجد نفس الأمر روسيا فعلته في منطقة شبه جزيرة القرم هنا، أن كان غالبيتها سكانها مسلمين، نقلتهم وأتت بروس، رغم المفروض أنها تحافظ على حقوق السكان الأصليين. يعني أنت روسيا ضمت أرض تخص المسلمين، هتجيبي روس تحطهم حتى لا تخرج هذه الأرض من سيطرتك. لماذا تهجرين السكان الأصليين؟ يعني المسلمين كانوا يأتون بسكان ويضعونهم، ولكن لا يقومون بتهجير السكان الأصليين. إذا لما تجد دولة فيها مجموعة سكانية بتعتبر نفسها غريبة عن هذه الدولة، اعلم أنها ستنفصل، وأن هذه الدولة ستقسم عاجلا أو لاحقا. طول ما في مجموعة سكانية موجودة على مساحة جغرافية محددة، يعني أنت عندك أرض وعليها سكان بيقولوا نحن لسنا جزءا من هذه الدولة، وإن كانت الدولة بتخلوهم يخضعون لها، فاعلم أن هؤلاء السكان سينفصلون في لحظة ما، إلا إذا إن هم اعتبروا أنفسهم جزء من الدولة. يعني لو سكان البلقان غالبيتهم اعتنقوا الإسلام
ما كانوا خرجوا من الدولة العثمانية. وبدليل أنت بتجد الألبان وهم مسلمين والبوسنة والهرسك وهم مسلمين يؤيدون تركيا بقوة. لماذا؟ بسبب أن هم بيعتبروا أنفسهم جزء من تركيا، أن تركيا مسلمة وهم مسلمين. ولذلك أيضا ترتب على هذا الأساس النظري أن الولايات العربية في الدولة العثمانية آخر من سقط فيها. يعني تخيلوا اسطنبول الإنجليز احتلوها بعد نهاية الحرب العالمية الأولى 1918. طب صنعاء كانت باقية تحت سيطرة الجيش العثماني 1919، بعد سنة. طب المدينة المنورة وخط الحجاز نفسه بقي تحت سيطرة الدولة العثمانية بقيادة فخر الدين باشا إلى ما بعد سقوط اسطنبول. فاسطنبول سقطت قبل أن تسقط العديد من المدن العربية. فهنا كون أن السكان العرب مسلمين ده جعل لهم ولاء للدولة العثمانية. طبعا في أكاذيب تدرس في المدارس العربية أن العرب تمردوا وحملوا الثورة العربية بسبب القومية العربية. هذه خرافة لم تحدث في التاريخ، وأنا خصصت حلقة وسأخصص حلقات أخرى. وبيقابلها بقى في المدارس التركية أن العرب خانوا لأن كان عندهم نزعة قومية. برضو هذه خرافة وأكذوبة كبيرة جدا، وبتؤدي لكوارث عسكرية قائمة الآن. يعني مش المسألة مجرد كذبة تاريخية في الماضي، لا، بتلاقي تداعيات عسكرية ممكن نخصص لما نخصص حلقة أخرى. الآن تعالوا للدولة الثانية اللي هي طرف في معاهدة لوزان. وليه هي دخلت في معاهدة لوزان؟ هنا في هذه الخريطة لدينا الدولة الثانية. الدولة الثانية باللون الأخضر بريطانيا. وبريطانيا بمرور الوقت احتلت بلاد إسلامية من الدولة العثمانية، فاحتلت مصر واحتلت السودان واحتلت شمال الصومال واحتلت اليمن الجنوبي، عمان، الإمارات، قطر، واحتلت الكويت، احتلت إيران، واحتلت أفغانستان، باكستان، الهند. والهند طبعا كانت بتشمل باكستان وبتشمل حتى بنجلاديش. ثم احتلت الجزيرة العربية كلها، واحتلت العراق، واحتلت فلسطين والأردن، وأنا طبعا نسيت ألونهم. فهنا يتضح لنا أن الأساس النظري الذي قامت عليه الدولة العثمانية عامل مشكلة عسكرية مع الإنجليز. كيف؟ أن الدولة العثمانية بتقول أنا دولة إسلامية، فإزاي الإنجليز الكفار يحتلوا الهند المسلمة؟ وإزاي يحتلوا إيران؟ إزاي يحتلوا أفغانستان؟ إحنا كمسلمين لابد أن نطردهم لأن دي أرض مسلمة، وأنا السلطان العثماني، أنا خليفة المسلمين، أنا نائب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن أنا أترك الكفار يحكمون المسلمين. يترتب على هذا الأمر أن بقاء فكرة الخلافة الإسلامية يؤدي إلى حرب تشتعل من وقت لآخر، ممكن تخمد وتحصل اتفاقيات وكذا، لكن فكرة الحرب موجودة بالضبط كما جرى بين إسرائيل والعرب. إسرائيل خلاص احتلت فلسطين، أمر واقع. طب لماذا تسعى إسرائيل لأن تنال اعتراف الإمارات ولا اعتراف مصر؟ أنا موجودة، عجبكم ولا عنكم عجبكم. إنما إذا ظل العرب لا يعترفون بها معناها اليوم هم في حالة ضعف، ولكن ممكن غدا يقومون بحرب ويزيلونها. فدي خطورة الأساس النظري. إن في واحد مثلا جاء وأخذ بيتي هذا، طردني منه، فأنا سأظل أقول لأولادي هذا بيتنا وقد أخذه منا بالغصب. أولادي صغار ممكن يكبرون ويهجمون عليه ويقومون بطرده. لكن لو أنا وقعت له عقد بيع أو تنازل وبعدين قلت لأولادي إنه خلاص هذا لم يعد بيتنا، في هذه الحالة الأولاد لن يفكروا في استرداد هذا البيت. فطول ما الدولة العثمانية بتعرف نفسها إن هي دولة إسلامية هتدخل في حرب مع بريطانيا. وحتى الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد العزيز اللي هو قبل عبد الحميد، السلطان عبد العزيز كان موجود في عهد الخديوي إسماعيل في مصر، وفي عهد آل سعود الدولة السعودية الثانية في بلاد الحرمين الشريفين. دخل في حرب مع الصين بسبب تركستان الشرقية. في هذه المنطقة اسمها تركستان الشرقية اللي هي موجودة حاليا. أمدهم بالأسلحة والمدافع والأموال واستقلوا، بقى في دولة للمسلمين في تركستان الشرقية. فهو بسبب أنه بيعرف نفسه على أنه خليفة المسلمين ده أدى إلى حرب مع الصين. طب هو لو كان بيقول
أنا راجل وطني وخاص بموضوع الأناضول فقط، يبقى احنا مفيش داعي إن احنا نخش مشكلة مع الصين. طب ليه تركيا بتمنح اليوم اللي هم الأتراك المسلمين في الصين اللي هم من تركستان الإقامة أو الجنسية أو كذا؟ لأن هم أتراك، فلن تجد في تركيا اعتراض على الحكومة التركية لما بتمنح هؤلاء الأتراك الجنسية، لأن فكرة الدولة التركية قائمة على القومية، فبالتالي بما أن هم أتراك وإحنا أتراك فخلاص ناخد الجنسية. لكن في اعتراض على منح السوريين الجنسية التركية، لماذا؟ لأنهم عرب. شوف الأساس النظري بيترتب عليه أمور قانونية وكذا. طيب، فإذا فكرة الخلافة الإسلامية بتتعارض مع الوضع اللي أصبح قائم، أن بريطانيا أصبحت فيها أكبر نسبة من المسلمين. يعني في وضع شاذ جدا، أكبر دولة في العالم فيها مسلمين مين؟ بريطانيا، ولكن قيادتها دولة مسيحية. فهؤلاء المسلمين هم من حكم الواقع بيقادوا من ملك بريطانيا أو ملك بريطانيا اللي هو مسيحي ورئيس للكنيسة المسيحية. فهنا هذا الأساس النظري سبب مشكلة كبيرة لبريطانيا. بريطانيا دولة مسيحية، الملك أو الملكة هو رئيس الكنيسة وهو نائب الرب، يعني ملك بريطانيا هي البابا هناك، رئيس الكنيسة البريطانية نفسها اللي هي المذهب البروتستانتي أو الإنجليكاني، مذهب من ضمن المذاهب البروتستانتية. وأصبحت بريطانيا بتضم أكبر عدد من المسلمين في العالم. فبقى في وضع شاذ جدا إن الدولة العثمانية اللي بتقول أنا أمثل المسلمين هي رقم 2 في عدد سكان المسلمين، لكن عدد سكان المسلمين الأكبر فين؟ في بريطانيا، لأن فيها مسلمي باكستان والهند وبنجلاديش ومصر والسودان والخليج. هنا الأساس النظري يسبب مشكلة لبريطانيا، أن السكان المسلمين الذين تحكمهم يتمردون عليها ويحاربونها ويقاتلونها، يقول لك احنا مفروض نكون في دولة المسلمين اللي هي الدولة العثمانية. يبقى إذن بريطانيا لابد كي يستمر سيطرتها على هذه البلاد توجد أساس نظري آخر، وهو أساس المواطنة. احنا خلينا ننسى مسألة الدين مسلم ومسيحي، ونخلينا في ان احنا وطنيين، ان احنا ولائنا لمصر كمصريين مثلا، وملناش علاقة بالدولة العثمانية، دولة أجنبية. ولذلك هتجدون في مصر صار صراع لما الإنجليز احتلوا مصر بين طيارين. التيار الإسلامي في مصر في عهد الاحتلال الإنجليزي يقول احنا مسلمين نتبع الدولة العثمانية، وبين النخبة العلمانية اللي بريطانيا عملتها اللي هم سعد زغلول وهؤلاء كانوا يقول لا احنا مصلحتنا أن نظل مع الإنجليز، لأن مصلحة مصر أن تبقى مع الإنجليز. فإذا بريطانيا من مصلحتها أن توجد أساسا نظريا آخر غير الأساس النظري الذي أقامت عليه الدولة العثمانية. أيضا لما ننظر على الخريطة هنجد أن مصر والسودان والصومال في مشكلة بالنسبة للدولة العثمانية، وأنهم أراضي إسلامية وأراضي عثمانية، بعكس الهند الدولة العثمانية لم تحكمها، فإحنا المفروض ندافع عنها ليه؟ لأن هي مسلمة وإحنا مسلمين. لكن بالنسبة لمصر والسودان لابد أن نحررها من الإنجليز، لأن هي مسلمة ولأن هي أرضنا. الأمر يشبه كده أن إسرائيل احتلت سيناء، فلابد نحررها عشان سيناء أرض مصرية. الأمر يشبه كده أنه مثلا جاءت روسيا واحتلت اسطنبول، يبقى لابد تركيا تحررها لأن هي أرض تركيا. ولو ترجعون لمذكرات الذين عاشوا في الفترة لما الإنجليز احتلوا مصر عام 1882، ولد في الدولة العثمانية مشكلة أدت إلى خلع السلطان عبد الحميد في النهاية، اسمها مشكلة مصر، عقدة مصر. إنه دايما الشباب التركي المسلم يقول مصر بلدنا محتلة، فلابد نعمل جيش يروح يحررها. فكان مما أخذ على السلطان عبد الحميد ومن أسباب التمرد عليه إنه هو لم يحرر مصر. السلطان عبد الحميد قعد 33 سنة ولم يحرر مصر، ودي من أخطائه على فكرة يعني، وده هيؤدي لانهيار الدولة العثمانية فيما بعد. السلطان عبد الحميد له أخطاء كثيرة، لكن ليس هذا وقته، يعني ممكن نخصص له حلقة أخرى. فهذا أدى لمشكلة كبيرة جدا عند الشباب التركي في اسطنبول، إن إحنا يجب أن نحرر أرضنا مصر التي يحتلها الإنجليز الكفار. ركز في عقدة مصر هذه. تعالوا نكمل ونشوف الدولة الثانية. هذه الخريطة الثالثة هنجد معنا هنا دولة فرنسا، وفرنسا احتلت الجزائر اللي هي أرض عثمانية،
واحتلت تونس اللي هي أرض عثمانية، واحتلت جيبوتي اللي هو موجود هنا. فأصبحت فرنسا أيضا في صدام حربي مع الدولة العثمانية، أنه حكام الدولة العثمانية يقولون تونس كانت أرضنا وأخذها منا الفرنسيون، يجب أن نحررها. غير قادرين الآن ولكن في وقت ما. يعني هي إسرائيل اليوم قائمة بقالها كم سنة؟ بقالها تقريبا 70 سنة أو 75 سنة. طيب هم كل العرب مش بيقولوا إيه؟ إسرائيل أخذت أرضنا يجب أن نحرر فلسطين؟ انتبه للمسألة. فبالتالي رغم أن الفرنسيين احتلوا الجزائر واحتلوا تونس واحتلوا جيبوتي، إلا أن الدولة العثمانية بتقول يجب في وقت ما أن احنا نسير جيش ونحارب فرنسا ونهزمها ونأخذ ما أخذته منا. ده استنادا للأساس النظري اللي بتقوم عليه الدولة العثمانية، احنا دولة مسلمة واحنا الدولة العثمانية، فدي أرض عثمانية. فبالتالي هنا برضو الأساس النظري للدولة العثمانية بيسبب مشكلة عسكرية مع دولة أخرى اللي هي فرنسا. طيب تعالوا نكمل. هنا دولة روسيا. طبعا روسيا كانت دوقية صغيرة جدا، توسعت واحتلت أراضي إسلامية اللي هي القوقاز، واحتلت هذه المناطق، واحتلت شمال إيران، احتلت شبه جزيرة القرم، احتلت ما يعرف اليوم باسم مولدافيا، واحتلت وسط آسيا الإسلامي كله. وسط آسيا الإسلامي هذا كله مسلمين أتراك، وهذا أدى إلى مشكلة عسكرية مع الدولة العثمانية. طول ما احنا اسمنا الدولة العثمانية يجب ان احنا نحرر أراضينا. أيضا كان في دولة أخرى وهي دولة ألمانيا. وطبعا الألمان كان لهم دولتين، ألمانيا وكانت بتشمل بولندا وحتى بتشمل هذه المنطقة نسيت أظللها، والنمسا، الإمبراطورية النمساوية المجرية هنا. وهؤلاء الألمان قاموا باحتلال البلقان. البلقان كان تحت سيطرة الدولة العثمانية. الصرب، كل دولة يوغوسلافيا اللي فككت لعدة دويلات هؤلاء، والمجر، كل هؤلاء كانوا تحت سيطرة الدولة العثمانية. فصحيح أن سكانها مسيحيين ولكن هي أرض عثمانية احتلها المجر والألمان، والروس احتلوا بعضها. فهنا اسم الدولة العثمانية طول ما فيه كان اسم الدولة العثمانية هيسبب مشكلة عسكرية مع المجر وألمانيا. فاسم الدولة العثمانية ده عامل كارثة كبيرة. الأمر يشبه بالضبط كده اسم مصر. افترض ان الجيش الامريكي احتل مصر الان وبعدين قسمها. مدينة الاسكندرية عملها دويلة الاسكندرية، مدن قناة السويس عملها دويلة قناة السويس، الصعيد دويلة الصعيد اللي هو الشريط اللي تحت في مصر، الدلتا دويلة الدلتا، وبعدين القاهرة خلاها دولة، بس القاهرة سماها مصر. ما الذي سيحدث؟ هيظل سكان القاهرة يقولون اسكندرية أرضنا، الدولة مجزأة يجب أن نحررها، الصعيد أرضنا يجب أن نحررها، وسكان اسكندرية وسكان الصعيد هيقولوا مصر دي بلدنا يجب أن نعود إليها. يبقى إذا لابد تسمى القاهرة اسم آخر غير مصر، نسميها إيه؟ دولة القاهرة. يعني يتم عمل إيديولوجيا وأساس نظري للدولة الجديدة. لذلك نقول إيه؟ الأساس النظري للدولة يترتب عليه أمور كثيرة جدا في الحرب والسياسة وكذا. تعالوا نكمل. أيضا عندنا هنا دولة إيطاليا. إيطاليا قامت باحتلال ليبيا وقامت باحتلال الصومال، وكانت هي يعني أقل ضعفا في احتلال أراضي المسلمين. هذه الخريطة بتوضح أنه بريطانيا احتلت كل الجزيرة العربية واحتلت كل العراق، ده في الحرب العالمية الأولى، والأردن وفلسطين. جزيرة قبرص احتلتها بريطانيا قبل ذلك في عهد السلطان عبد الحميد. سوريا احتلتها فرنسا. أيضا جزيرة كريت ذهبت لليونان، كانت أرض عثمانية. اليونان انفصلت، دولة رومانيا ضاعت، دولة بلغاريا ضاعت، دول البلقان ضاعت. فبعد الحرب العالمية الأولى لم يتبقى إلا ما يعرف باسم تركيا الآن تقريبا، يعني هنأتي على خرائط تفصيلية لذلك. وهنا يتضح لنا أنه لم يبقى من الدولة العثمانية سوى الأناضول وما حول مدينة اسطنبول التركية، حاجة بسيطة جدا، ولكن بقي اسمها الدولة العثمانية. فهذا الاسم هو يمثل حلما وماضيا عظيما يمكن أن يتحول الحلم، يعني كيف تبدأ الحرب؟ من فكرة، من حلم. فيعني هي الدولة العثمانية كيف بدأت؟ ما كانت إمارة صغيرة جدا في عهد عثمان، وبعدين أرطغرل حولها إلى سلطنة، ثم أخذت تكبر وتنمو وتنمو.
فبالتالي ما المانع أن الدولة العثمانية تعود وتنمو وتكبر مرة أخرى؟ فهذه مسألة، يعني اسم الدولة العثمانية يمثل كابوسا يمكن أن يؤدي، يعني معناها أن في حرب عالمية ثانية وحرب عالمية ثالثة. وهذا حدث في ألمانيا. لماذا حدثت الحرب العالمية الثانية؟ بسبب اسم ألمانيا، أنه كان في ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وبقي اسمها ألمانيا بعد انتهاء الحرب، وبعدين الأمريكان قالوا خلاص هنخليها في جزء محدد باسم ألمانيا. فلما جه هتلر قال لا، هذه ألمانيا صغيرة، انظروا ألمانيا كانت كيف، كانت إمبراطورية كبيرة. يعني بصوا دي الإمبراطورية الألمانية، كانت إمبراطورية كبيرة جدا، يعني بتشمل غالبية أوروبا، أكبر دولة في أوروبا كلها كانت ألمانيا، الجيش الأول في العالم كله ألمانيا. فلذلك الحلم الألماني هو اللي دفع هتلر إنه يخوض الحرب العالمية الثانية، اللي احنا بنسميها الحلم الألماني إيه؟ وبيقولوا فيه الرايخ الأول. الرايخ الأول يعني الإمبراطورية الأولى، الإمبراطورية الرومانية المقدسة اللي هي دولة كبيرة مسيحية كاثوليكية. ثم الرايخ الثاني اللي هو دخلت الحرب العالمية الأولى، ودي برضه إمبراطورية مسيحية كاثوليكية مقدسة، شالوا كلمة المقدسة لكن بقي. الرايخ الثالث الإمبراطورية الثالثة التي بناها هتلر. ولذلك ألمانيا هتعود من جديد لأنها بتحمل نفس الاسم، ولذلك النازيين الجدد ظهروا من جديد. بينما هنجد أن تركيا لم تدخل الحرب العالمية الثانية لأنه ما فيش الحلم العثماني، لأنه الاسم الدولة العثمانية تم إزالته تماما، فمات الحلم العثماني اللي كان ممكن يسبب أن تركيا تدخل في الحرب العالمية الثانية لاستعادة الأراضي التي احتلت منها. هنا لما نتناول فكرة الحرب العالمية الأولى، طب تعالوا ننظر لماذا بقي في الدولة العثمانية عند الحرب العالمية الأولى. هذه خارطة الدولة العثمانية تقريبا عند نهاية الحرب العالمية الأولى، يعني عند لما جرى توقيع اتفاقية الهدنة بين الدولة العثمانية وبين بريطانيا اللي هي اسمها هدنة مدرس. هدنة مدرس نسبة للسفينة، وهي وقعت في جزيرة يونانية. لما قامت الحرب العالمية الأولى خسرت الدولة العثمانية أجزاء كبيرة من الأراضي المتبقية لها، فحصل اتفاقية مع الإنجليز هي اسمها اتفاقية استسلام، هي اسمها هدنة مدرس. بموجب هذه الهدنة بريطانيا اتفقت مع الدولة العثمانية على تسريح الجيش العثماني، على أنه الأراضي العثمانية هتبقى الأراضي التي وقف عندها خط الجيش العثماني، ولكن هيجري تسريح الجيش العثماني، وبريطانيا إذا وجدت خطرا هتحتل الأراضي اللي هي عاوزاها. طبعا الاتفاقية خيانة بكل المقاييس، لكن تعالوا ننظر الخرائط ونشاهد. أولا هذه الجزيرة التي جرى توقيع فيها الاتفاقية، الجزيرة في اليونان، ليمينوس، جزيرة اسمها ليمينوس التي تم التوقيع فيها في هدنة مدرس. طبعا الاتفاقية وقعت على ظهر بارجة حربية. يعني هذه الاتفاقية نصت على استسلام الدولة العثمانية وإنه الجيش العثماني يسرح، لكن كان فيه هناك بند إنه أرض الدولة العثمانية إنه يجري الحفاظ على خطوط وقف الهدنة، آخر حدود وقف إطلاق النار. الكلام ده كان يوم 30 أكتوبر 1918. ركز في تاريخ 30 أكتوبر 1918 هيترتب عليه حاجات. تعالوا نشاهد خريطة وقف إطلاق النار. هذه خريطة وقف إطلاق النار. نلاحظ إن هذا خط وقف إطلاق النار هذا بين الإنجليز والفرنسيين. فطبقا لهذه الاتفاقية إنه حلب وإدلب ودير الزور شمال سوريا كله أرض تركية أو أرض عثمانية. أيضا مدينة الموصل ومدينة كركوك، وخاصة الموصل، يعني سيبك من كركوك حال، كركوك فيها غالبية تركية لكن الموصل فيها غالبية عربية، لكن طبقا للاتفاقية المفروض الموصل أرض تركية. وفي مناطق هنا داخلة من إيران أو أرمينيا أو من جورجيا، ميناء باطوم الجورجي. طبعا شبه جزيرة قبرص كانت محتلة من الإنجليز، ولكن من الناحية الرسمية هي جزء من الدولة العثمانية، ولكن الإنجليز كانوا عاملين عقد إيجار. الجزر بحر إيجا اللي هي بتسيطر عليها اليونان الآن أيضا كان في اتفاقية كانت بتحتلها إيطاليا، ولكن في اتفاقية مع إيطاليا إن هي أرض عثمانية يعني أرض تركية. وبعد كده
في الحرب العالمية الثانية يسلموها لليونان، وهيخش فيها اتفاقات مش موضوعنا. أيضا أنه هذه المناطق هي فيها غالبية تركية مسلمة. المنطقة اللي موجودة في تراكيا الغربية اللي هي اليوم بتحتلها بلغاريا، وفيه في هذه تراكيا الشرقية عفوا، وفيه تراكيا الغربية اللي هي موجودة في اليونان، فيها مسلمين أتراك. وهذه المناطق جرى احتلالها في حرب البلقان الأولى عام 1912. الذي جرى بعد ذلك أنه الإنجليز واللي انتصروا في الحرب العالمية الأولى بدأوا يحتلوا في هذه الأراضي، يعني حتى لم يلتزموا باتفاقية مدرس. وطبعا السلطان العثماني اللي هو السلطان وحيد الدين زعل، وازاي وانتم خنتم العهود؟ هو انت كنت منتظر ايه حضرتك؟ هي اتفاقية مدرس بتقول ايه؟ بتقول تسريح الجيش العثماني، يعني الدولة العثمانية تجرد من القوة. في كتاب علم الحرب للجنرال الألماني فون كلاوس يقول: الهدف من الحرب تجريد العدو من سلاحه. ليس الهدف من الحرب انه العدو يهرب منك، ما هو لو جيش العدو هرب منك ممكن يرجع ويقاتلك. الهدف من الحرب تجريد العدو من سلاحه. ولذلك الشرطة لما بتهاجم اي فرد او كده بتقول له ايه؟ ارفع ايدك فوق. ولو انت مسلح يقول لك ارمي سلاحك على الارض، ويفتشك ويتاكد. يعني قبل ما الشرطة تكلبشك او تسالك انت مين او اي شيء، تقول لك ايه؟ ارفع ايدك فوق وارمي سلاحك، ولو في اي حاجة في جيبك طلعها. الهدف من الحرب تجريد العدو من سلاحه. لأنك عندما تصبح مجردا من السلاح، لما تصبح أعزل أو سلمي، في هذه الحالة هو يستطيع أن يفعل فيك ما يشاء. عاوز يقتلك يقتلك، عاوز يأسرك يأسرك، عاوز يقطع لك إيدك يقطع لك، خلاص هو حر. أنت أصبحت أمامه كده كقطعة الجاتو، يفعل فيك ما يشاء. فالدولة العثمانية بعد أن سرح الجيش العثماني أصبحت مثل قطعة الجاتو أو قطعة اللحم التي جاءت الكلاب لتأكلها. وهنا نقول أن السلطان وحيد الدين هو ليس خائنا، ولكنه ارتكب أفعال الخيانة، وهيجري استخدام هذا في القضاء على الدولة العثمانية بشكل كامل. تعالوا نكمل ونشاهد الخريطة التالية. هذه الخريطة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى مباشرة هنجد أن الإنجليز والفرنسيين احتلوا اسطنبول واحتلوا المضايق. الأرض اللي باللون الأزرق اللي هي إدرنا وإزمير احتلها اليونانيون. هذه أنطاليا وهذه المناطق احتلتها إيطاليا. جنوب تركيا هذه المناطق احتلتها فرنسا. هذه المناطق باللون اللبني احتلها الأرمن اللي هي أردروم، طرابزون، مدينة وان التركية وكذا. طبعا فرنسا المناطق المظلة بخطوط دي نفوذ، كانوا عاوزين يعملوا دويلة كردية هنا في هذه المناطق. وبعدين الأرض الباقية تحت سيطرة الدولة العثمانية اللي هي أنقرة وما حولها في هذه المناطق. وبعدين هم راحوا يعملوا معاهدة اسمها سيفر، وبعدين معاهدة سيفر هذه كانت تقسيم بهذا الشكل، وهو جرى احتلالها بهذا الشكل. معاهدة سيفر لما عرضت على السلطان وحيد الدين، وده اللي بيجعلنا نقول انه ليس خائنا، لم يقبلها. فهذا أغضب الإنجليز والفرنسيين وهؤلاء، لأن الراجل لسه شايف ان أنا دولة عثمانية، فمشكلة كبيرة، فلم يقبلها. ومجلس المبعوثان اللي هو البرلمان العثماني رفضها. فهذه الاتفاقية لم توقع ولم يجري الموافقة عليها نهائيا. فهذا أدى إلى مشكلة كبيرة. وطبعا بدأت تحصل مذابح الأرمن، العصابات الأرمنية تقوم بمذابح على المسلمين الأكراد والمسلمين الأتراك. يعني نحن اليوم بنجد دعاية الأحزاب الشيوعية الكردية أن احنا حماة الأكراد ضد العدو التركي. لما تراجع التاريخ هتجد ان الأرمن احتلوا المناطق التي يسكنها اليوم المسلمين الأكراد. يعني لولا المسلمين الأتراك لا أبيد الأكراد خالص. في الحرب العالمية الأولى في كتاب على اليوتيوب اكتب مذابح الأرمن ضد الأكراد والأتراك، لأنه المناطق الكردية هي اللي فيها نسبة عالية من الأرمن. خلي بالك، فأرمينيا الكبرى، مشروع أرمينيا الكبرى بيقوم على المناطق اللي فيها أكراد. خلي بالك، ولذلك الحلم الكردي هو ما فيش هيحصل حلم كردي. يعني الحلم الكردي لما يجوا يحملوه هيجدوا الكابوس الأرميني. ولكن طبعا يعني عامة الناس بسطاء، يقول لك كردستان الكبرى وعربستان الكبرى. احنا دايما لما نجد كلمة كبرى دي تعرف انها موجهة للجهلة. يعني مثلا
يقول لك ايه؟ احنا هنعمل دولة البربر الكبرى. وايام الشريف حسين الخائن هذا لما كان بيقول احنا هنعمل ايه؟ دولة عربستان الكبرى. فدايما كلمة الكبرى دي اعرف ان ايه؟ فيها كارثة كبيرة على فكرة. وفي السودان الان الانفصاليين في شرق السودان عاوزين يعملوا دويلة مساحتها مش عارف 300,000 كيلو متر، ولكن هيعمل دولة البجا الكبرى. كبرى مين يا عم انت قد كده؟ ولما تنظر على كل المشاريع اللي ألصق بها كلمة الكبرى والكبير هتجد انه مساحة أرض صغيرة جدا. هنا وجد المسلمون أنفسهم أمام وضع غريب جدا. فهنجد انه بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الأولى انتهت 1918، هنجد فورا قامت ثورات للمسلمين. يعني هنجد في مصر قامت ثورة 1919 ضد الإنجليز، وكانت بترفع علم الدولة العثمانية، لأن الدولة العثمانية صحيح اسطنبول احتلت ولكن السلطان موجود واسم الدولة من الناحية القانونية موجودة. يعني انت اليوم مثلا دولة مثل مصر من الناحية القانونية اسمها دولة مصر، رغم ان امريكا واسرائيل بيديروها مثلا، او السعودية من الناحية القانونية دولة فيها حكومة وملك ومجلس شورى وكذا، لكن من اللي بيديرها الامريكان وهكذا. فالدولة العثمانية كانت شبيهة بذلك، فقامت ثورة للشعب المصري ضد الانجليز. وهنجد في العراق قامت ثورة 1920 اللي هي ثورة العشرين في العراق. في تركيا قامت ثورة أيضا اسمها بحرب الاستقلال التركية 1920 إلى 1923، استمرت 3 سنوات، انتهت بمعاهدة لوزان. ما الذي جرى في هذه الثورة؟ مهمة جدا بانهيار الدولة العثمانية. الذي جرى أنه أتاتورك في ذلك الوقت كان اسمه في ذلك الوقت مصطفى كمال، لم يحمل لقب أتاتورك، انتقل من اسطنبول إلى الأناضول. المؤرخين الأتراك في بينهم خلافات، هل الدولة العثمانية السلطان العثماني اللي هو حدين هو الذي كلف أتاتورك بأنه يبدأ حرب الاستقلال ويتوجه للأناضول ويحشد الجماهير، لأنه هو كان المرافق العسكري بتاعه، يعني كان صديقه ولصيق الصلة به. وناس بيقولوا لا، ده هو أتاتورك كان ذاهب لتسريح الجيش العثماني في الأناضول ثم أعلن العصيان. أي من الروايتين ليس هذا موضوعنا الآن، ودي مسألة يعني تاريخية وأنا شايفها غير مهمة في الآخر في سياق الأحداث. لكن الذي جرى أنه أتاتورك عمل برلمان داخل الجزء المتبقي في الأناضول الذي لم يجري احتلاله كما رأيناه، وتعامل البرلمان القومي التركي. ركز بقى في الاسم، البرلمان القومي التركي وليس البرلمان الإسلامي. الدولة العثمانية بتقدم نفسها على أنها دولة للمسلمين، لكن هنا البرلمان ده هيبدأ يقدم القومية التركية، نحن دولة أو كيان للأتراك. وفي تلك الفترة بدأ يدخل يعني الهوية التركية والهوية الإسلامية غير متعارضتين، يعني أنا تركي ومسلم، أنا مسلم وتركي وهكذا. يعني حتى حرب الاستقلال التركية نستطيع أن نقول أنها حرب إسلامية، لأنه استخدم فيها معاني الجهاد والخطباء والمساجد وكذا. يعني هي لم تخض كحرب علمانية، إنما تم خوضها، يعني المسلمين الأتراك أخذوها كحرب إسلامية، والعالم الإسلامي نظر إليها على أنها حرب إسلامية في مواجهة الكفار المحتلين. حتى الشاعر المصري الكبير أحمد شوقي اللي هو ملقب بأمير الشعراء، لما كتب قصيدة، لما نشر قصيدة في أتاتورك وقال له يا خالد الترك على أتاتورك، يا خالد الترك جدد مجد خالد العربي. فهو لم ينظر إن ده مسألة بين أتراك وإنجليز، بل مسألة بين مسلمين وإنجليز محتلين، وإنه بعد ما ينتصر المسلمين في تركيا ممكن يأتون لمصر ويحرروا مصر. هذا السياق اللي دارت فيه ما سمي بحرب الاستقلال التركي. دارت معارك تفاصيلها وكيف ولماذا الوقت لا يتسع له. ترتب عليها إنه جرى تحرير تركيا بهذا الشكل، ولكن بقيت أماكن الإنجليز بيحتلوها في اسطنبول والمضائق إلى آخره، يعني فيه أماكن جرى تحريرها وبعدين هتحدث مفاوضات والإنجليز سينسحبون من اسطنبول والفرنسيين هينسحبوا من أماكن وكذا وفقا لهذه المفاوضات. يهمنا هنا لما أنشئ المجلس القومي التركي، لما أنشئ المجلس القومي التركي هذا في أنقرة. أنقرة ليه؟
قرقت قرية على خط السكة الحديدية، يعني هي خط مواصلات، فسهل جدا التنقل لها لكل مكان. ودايما أهمية اختيار العاصمة في الدفاع عن الدولة وفي بقاء الدولة. الدولة العباسية انهارت بسرعة بسبب اختيار بغداد. بغداد موقع سيء في عاصمة يعني. الدولة الأموية اختارت دمشق وده كان جيد. الدولة الخلافة الراشدة انهار بسبب مكان المدينة المنورة، خط مواصلات صعب جدا لم يعد ملائما، فلم يجري تغيير عاصمة الدولة. أو زيك سيدنا علي انتقل إلى فين؟ إلى العراق. طيب الدولة العثمانية استمرت وقت طويل، جزء منها اختيار اسطنبول عاصمة، خط مواصلات سهل. ممكن نعمل بعد كده حلقة عن دور العاصمة في بقاء الدولة لفترة طويلة. طيب لما أتاتورك عمل البرلمان التركي موجود في الأناضول في أنقرة، وثم أنشئت حكومة، بقى تركيا أو فيها حكومتين، في حكومة اسطنبول وفي حكومة في أنقرة، في برلمان في اسطنبول وفي برلمان في أنقرة، وبقى في رئيسين، السلطان في اسطنبول وفي حكومة أتاتورك في أنقرة، اللي هي برضه تعتبر من الناحية العملية حكومة معها قوات وجيش وشرطة. وحكومة اسطنبول رغم أنها أعلى لأنها الخلافة والدولة العثمانية والمقام الرفيع وشيخ الإسلام إلى آخره، لكن ليس تحت يدها أي قوات ولا شيء، ده بل العوبة في يد الاحتلال. لما جاءت معاهدة سيفر، وهي مش معاهدة سيفر، هي مشروع معاهدة سيفر، والدولة العثمانية وحكومة الدولة العثمانية في اسطنبول رفضتها، لكن جرى في تلك الفترة تقديم عبر الإعلام وكذا والصحف وكذا إنه السلطان خائن، وإن هم اللي سلموا اسطنبول للإنجليز إلى آخره، وأن الحل يجري فيه إلغاء الدولة العثمانية. فجرى إلغاء الدولة العثمانية في نوفمبر 1920. مين اللي ألغاها؟ البرلمان، برلمان أنقرة اللي ألغاها، ولكن برلمان أنقرة ليس لديه القوات في اسطنبول كي يلغيها ولا أي شيء. يعني هي بيلغي دولة هي ما تخضعش له. يعني بالضبط حضرتك كده إن أكون أنا قاعد في الرياض والغي دولة مصر، طب أنا ماليش قوات أصلا في دولة مصر، يعني ليس لي قوات. فبالتالي حكومة أنقرة لما ألغت الدولة العثمانية نوفمبر 1920 ليس لها قوات في اسطنبول تذهب وتنفذ هذا الإلغاء على أرض الواقع. لكن ما الذي جرى؟ جرى خطف وزير الداخلية اللي هو جد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، كان في ذاك وزير الداخلية، وجرى قتله في إزمير، إنه خائن، هو كان خائن وعميل فعلا يعني. ورئيس الوزراء الصدر الأعظم استقال، والسلطان وحيد الدين هرب. ولذلك مسؤولية انهيار الدولة العثمانية تقع شق كبير جدا على السلطان وحيد الدين. ليه؟ هو اللي سلم اسطنبول للإنجليز وهو اللي هرب. يعني هو لو بقي وعمل حكومة جديدة أو كذا، طبعا هو خلاص بعد دخول الجيش الإنجليزي اسطنبول خلاص أنت أصبحت مسحوب، يعني هم خانقينك. ما هو لذلك بنقول تسليم اسطنبول خيانة. ليه؟ أصل إحنا كنا، ما هو بعد ما أنت تسلم بلدك للاحتلال للمحتل مش مفروض نبدأ حرب تحرير؟ وراجعوا أي احتلال لما بيجري احتلال بلد في الغالب بيجري إبادة شعبها. الهنود الحمر أبيدوا في أمريكا، المسلمين في الأندلس أبيدوا، المسلمين في القرم أبيدوا، المسلمين في، شوف القوقاز بيجري تغييرها إزاي، في فلسطين. فرنسا لما احتلت الجزائر كانت بتبيد سكانها. والإنجليز فعلوا نفس الحكاية في الأمريكتين. الأسبان لما احتلوا أمريكا خلوها كلها أسبانية، شوف أمريكا اللاتينية كلها عالم بتتكلم أسباني. فأنت هنسلم الاحتلال لأنه احنا في حالة جوع وفي حالة فقر وكذا، وبعد ما نسلم ما احنا لابد ناخد حرب تحرير. وده اللي حصل بعد كده، ان بدأ الأتراك ياخدوا حرب تحرير. طب ليه نسلم الأول أصلا؟ يعني ليه نسلمهم أرضا ثم نبدأ نحاربهم كي نخرجها منها؟ يعني ودنك منين يا جحا؟ فالتسليم دائما خيانة، ولكن هم كي يورروا لنا الخيانات. يعني في مصر درسوا لنا في المدارس انه أحمد عرابة قائد الجيش سلم القاهرة للإنجليز حتى لا تدمر المدينة، ما تدمر ولا تنحرق. هو احنا لما نسلمها للإنجليز هيقعدوا فيها ولا هنطلعهم؟ هنطلعهم. طب ما لما نيجي نطلعهم هتولع وهتحصل قصف وكذا، يعني نسلمها لهم ليه أصلا؟ يعني إذا كانوا يستطيعون أن يأخذوها بالقوة يأخذوها، لكن لا نعطيها لهم على طبق من ذهب. لكن ده جزء. فأنا بعتبر أنه السلطان وحيد الدين دوره كارثي بالفعل،
في تسليم اسطنبول للإنجليز، في هروبه. بتهرب ليه؟ أنت قائد ما يهربش. السلطان عبد الحميد هو رفض أن يهرب من اسطنبول في الحرب العالمية الأولى، كان خلع، ولكن قال لا، أعطوني بندقية وأنا أقتل وأستشهد هنا، أنا قائد ما أهربش. السلطان لا يهرب إلا إذا كان بقى معاه جيش وهيهرب في جيش يعني يقاتل وكذا. فهو للأسف السلطان وحيد الدين لعب دور كارثي في الدولة العثمانية يعني. وهو كانت ثقافته كلها أوروبية على فكرة، يعني ثقافته كلها كانت إيه؟ أوروبية. فهو لعب دور كبير جدا في الانهيار المادي للدولة العثمانية. ولكن بقي الخلافة الإسلامية، بقيت سنتين. طبعا لما هرب لم يبقى وجود مادي أو قانون للدولة العثمانية، يعني برلمان أنقرة ألغاها، ثم لم يعد لها سلطان ولا جيش ولا حكومة، فخلاص ما عادش موجودة. بعد ذلك حكومة أنقرة عملت اتفاقية لوزان، اللي هي في مدينة لوزان في سويسرا. عملوا اتفاقية لوزان. اتفاقية لوزان بتقول إيه؟ بتضفي الشرعية على الوضع القائم، إنه الحكومة التركية اللي هي حكومة أنقرة هذه بتتنازل عن ممتلكات الدولة العثمانية اللي هي مصر، ليبيا، الشام، العراق، اليمن، الجزيرة العربية. فهذا هنجد بنود اتفاقية لوزان كلها بتعمل عملية إيه؟ تنازل عن الأراضي التي أخذها الإنجليز. هم الإنجليز أخذوها والفرنسيين أخذوها والروس أخذوها، ولكن الاتفاقية هي تنازل. نحن لن نطالب مستقبلا بهذه الإيه؟ الأراضي. أيضا اتفاقية لوزان بترسم الحدود. اتفاقية لوزان بتتمحور في جزء كبير جدا على هذه الإيه؟ الخريطة، إن هي بترسم الحدود بين تركيا وبين بلغاريا اللي هي هذه المنطقة، ودي بتسير وفقا لنهر. وأيضا بترسم الحدود بين اليونان وتركيا في هذه المنطقة اللي اسمها تراكيا، وده أيضا بتسير وفقا لنهر في الأغلب الأعم يعني. أيضا بتقول إن الجزر بحر إيجا اللي هي هذه الجزر دي هتبقى منزوعة السلاح، كانت تحت سيطرة إيطاليا وقت الحرب. أيضا بتقول إن مضيق البوسفور اللي هو هنا اسطنبول ومضيق الدردنيل اللي هو موجود هنا هيكون منزوع السلاح وفي حرية الملاحة البحرية. في ذلك الوقت، عشان بس احنا النهارده مبدأ ايه؟ حرية الملاحة البحرية مبدأ متعارف عليه دوليا، لكن في ذلك الوقت كان البحر الأحمر مثلا بحيرة إسلامية لا يحق لأي حد يأتي فيه. الخليج العربي بحيرة إسلامية ممنوع حد يعبر فيه. البحر الأسود بحيرة إسلامية ممنوع حد يعبر فيه. بحر إيجا بحيرة إسلامية. السفن الأوروبية لما تعبر في البحر الأبيض المتوسط كان سكان الجزائر وليبيا يقومون بالسيطرة عليها ويفرضوا جزية كمان. ففي ذلك الوقت ما كانش فيه مبدأ حاجة اسمها مبدأ حرية الملاحة البحرية، إنما هذا فيما بعد الدول الأوروبية عملته بقى خاصة بالتجارة وكلام من هذا الإيه القبيل يعني. طيب فهنا دي الخريطة في اتفاقية لوزان دي اللي حددت الحدود. هنا في هذه الخريطة نشوف الحدود بين تركيا وبين بلغاريا، ده اللي يعني اتفاقية لوزان. خط الحدود ده نهر صغير يعني، هتجد الحدود ماشية مع النهر بالظبط. في بعض الجزر واقعة تابع تركيا. ادي خط الحدود كله بين بلغاريا وبين تركيا ماشية مع النهر. الاتفاقية بتقول هذا الايه الكلام. وهنيجي على اليونان، ادي مثلا خط الحدود مع اليونان هنا هتلاقيه ماشي مع نهر. ادي خط الحدود ماشي مع النهر. هيجي في بعض القرى وينحني، يعني هنا مثلا دي قرية يونانية بس على الضفة الأخرى من النهر لأن غالبية سكانها من اليونانيين. وهنجد فيه تطبيق عكسي، هنجد مثلا هنا هذه قرية تركية، هنا هنجد هذا النهر ولكن قرية تركية غالبية سكانها مسلمين، فدخلت ضمن الحدود التركية وانحرف الحدود عشان تدخل هذه الايه القرية. فهذه هي اتفاقية لوزان. أيضا شملت اتفاقية لوزان أحكام سياسية وأحكام عرقية. تعريف من هو التركي. كما نعلم أن الأتراك مسلمون، فأنت لو وجدت واحد مثلا يهودي يبقى ما هوش تركي، أو واحد مسيحي يبقى ليس تركيا، وهكذا يعني. فالاتفاقية لكل اللي موجودين على الأراضي التركية وقت الاتفاقية سواء كان مسيحي ولا يهودي ولا كذا خلاص أصبح تركيا. فهنا مسألة التركية لم تعد عرقا، إنما أصبحت مسألة قانونية. مثلا لما يجي واحد
في قانون في تركيا حاليا اللي هو التجنس بالاستثمار، يشتري عقارات ب 250 ألف دولار أمريكي يحصل على الجنسية التركية. فممكن يأتي شخص كندي يعني بشرته بيضاء وكذا، يقيم في تركيا ويشتري عقارات يحصل على الجنسية التركية، فهو ليس تركيا، إنما هو بياخد جواز سفر إنه أصبح تركيا. فهنا مش تركيا ليست عرق، إنما هي وضع قانوني. وإن كان ده مش موجود في العقل التركي، يعني العقل التركي لا ينظر لهذا، وينظر في الآخر إن الأتراك عرق. الأمر الآخر المهم جدا هو إنه الاتفاقية تقول إنه جميع الموجودين على الأراضي التركية لهم نفس الحقوق السياسية. يعني قبل هذه الاتفاقية كان من حقه أن يكون رئيس الدولة المسلمين فقط، لأنه خليفة الدولة العثمانية مسلم وخليفة المسلمين مسلم، مش هيكون واحد مسيحي أو يهودي يصبح رئيسا للدولة. لكن الاتفاقية بتقول لا، يعني دي أحكام في معاهدة لوزان خاصة بالوضع الداخلي بتركيا. انتبه، فهي ليست اتفاقية بين دول، لا، بل بتنظم أمور داخل تركيا. فدي أهمية الاتفاقية، إنها بتنظم لك أمور داخل تركيا نفسها. فالاتفاقية تقول إنه المسيحيين وغير المسيحيين اليهود إلى آخره يتساوون في الحقوق السياسية مع المسلمين نفسهم. فبالتالي طبقا للاتفاقية من حق المسيحي أن يصبح رئيسا للدولة. وهذا فيما أعلم أول نص في التاريخ الإسلامي يبيح لغير المسلم أن يصبح رئيسا للمسلمين فيما أعلم. إذا كنت مخطئا اكتبوا لي في التعليقات تحت أو راسلونا على الخاص، إنه ده أول اتفاقية. قبل ذلك كان معروف على طول إن الحاكم لابد يكون مسلم. صحيح هذا النص لم يطبق، أو يعني لم يحدث في التاريخ التركي إن جه واحد مسيحي رئيسا لتركيا، ولكن النص يقول هذا الكلام. وهنجد فيما بعد الدستور التركي بيلغي مسألة الدين، يعني لا يشترط في من يصبح رئيسا لتركيا أن يكون مسلما خالص، عكس مثلا الجزائر دولة علمانية وكل حاجة ونظامها يعني شرس جدا، ولكن هتجد الدستور الجزائري يقول لك رئيس الجزائر لابد يكون مسلم، رئيس تونس لابد يكون مسلم. دي نصوص موجودة في دستور تونس والجزائر، غير موجودة في دستور مصر، لكن موجودة في تونس والجزائر. فدستور مصر يعني في هذه النقطة أقرب للدستور التركي. أيضا نصت اتفاقية لوزان على حق الأقليات الدينية اللي هم المسيحيين أو اليهود أو الأرمن إلى آخره بأن يكون لهم لغتهم الخاصة، يعني أخذ بمبدأ ازدواجية اللغة، ويكون لهم مدارسهم الخاصة، ازدواجية التعليم، ازدواجية اللغة إلى آخر ما هنالك، في حين لا توجد أحكام مضادة للأطراف الأخرى. يعني بريطانيا وفرنسا لا يوجد نص في الاتفاقية أنه من حق المسلمين في فرنسا أن يصبحوا فرنسيين، أو حق المسلمين في بريطانيا أن يصبحوا بريطانيين، أو حق المسلمين في اليونان وبلغاريا، لأن في مسلمين في اليونان وبلغاريا وأتراك، أن يكونوا بلغار أو يكونوا يونانيين، وأن يحق لهم أن يكونوا رؤساء لليونان. يعني خلي بالك، ما هو الاتفاق في الآخر بتعبر عن الوضع العسكري القائم. الوضع العسكري القائم أن تركيا مهزومة، فهي أنت ما أنتش منتصر، فالمنتصر هو الذي له شروط. ولذلك الاتفاقيات السياسية بتبقى انعكاس للقوى العسكرية الموجودة. فبينما بتفرض على تركيا ازدواجية اللغة، لا تفرض على اليونان ازدواجية اللغة، لا تفرض على فرنسا أن يكون عندها ازدواجية لغة، لأن عندها مسلمين مفروض يكتبوا بالعربي، يكون عندهم مدارس عربية، ومن حق المسلم أن يحمل الجنسية الفرنسية، ومن حقه أن يكون رئيسا لفرنسا. وملكة بريطانيا مفروض بتقول أنا رئيس الكنيسة. احنا لو هناخد بمبدأ المعادلة بالمئة، مفروض ان ما تصبحش ملكية، تصبح جمهورية، وان يحق للمسلم الهندي او الباكستاني الموجود في بريطانيا يحمل الجنسية ويصبح ملكا لبريطانيا، لان احنا كلنا مواطنين متساويين. فهي فرضت على تركيا مسألة المساواة بين الموجودين على أرضها بغض النظر عن الدين، لكنها لم تفرض نفس الأمر على بريطانيا ولا على روسيا ولا على بلغاريا ولا اليونان ولا الدول الأخرى. لماذا؟ لأن المسلمين في وضع هزيمة، ولم تفرض على هذه الدول ازدواجية اللغة كما فرض على تركيا. من الناحية العملية هذا الجانب لم يطبق في بعض. ازدواجية اللغة في تركيا لم تطبق. مسألة أنه يبقى في مسيحي يبقى رئيس تركيا ممكن، يعني الدستور التركي بيقول كل المواطنين سواسية، لكن ما حصلش في هذا التاريخ. نأتي الآن لمسألة
من ألغى الدولة العثمانية والأساس النظري لاتفاقية لوزان، وهذا هو المهم. وبعد ذلك ننطلق إلى تطبيقات اتفاقية لوزان. نأتي بعد ذلك للأساس النظري لاتفاقية لوزان، وهنا الأهمية الكبيرة جدا. اتفاقية لوزان تقوم على أساس أن الدولة لا تقوم على أساس الدين، إنما تقوم على أساس العرق أو المواطنة أو الوطن. نقطة مهمة جدا. اتفاقية لوزان تقول إيه؟ تقول هذه حدود تركيا، هذه حدود تركيا، والمكان ده خاص بالأتراك، خاص بالعرق التركي. وبالتالي هي أوجدت أساس نظري جديد للدولة، إن هذه دولة للأتراك، بينما كانت الدولة العثمانية تستند لأساس نظري آخر، وهي أن هذه دولة للمسلمين. وبالتالي في فرق كبير بين دولة للأتراك ودولة للمسلمين. دولة للمسلمين يبقى المفروض نروح نضم سوريا ونضم العراق ونضم مصر ونحرر الجزائر إلى آخره. أما دولة للأتراك فإحنا ليس لنا علاقة بسوريا ولا بالعراق ولا بمصر. ولذلك تجد الشباب التركي اليوم يقول لأردوغان: من ومال سوريا؟ روسيا تحتل سوريا تحتلها، هذه ليست أرضنا. لكن لو قلنا هذه دولة للمسلمين هيقول لك: لا، سوريا دي أرضنا، تعالوا نروح ناخدها، مصر دي بتاعتنا، وهكذا. فهنا الأساس النظري إنه الدولة ليست على أساس الدين بل على أساس العرق. يترتب على هذه النظرية إن دولة على أساس العرق، إنه بدل ما الأتراك ينظرون غربا، يعني ينظروا لليبيا والجزائر وتونس والمغرب، وينظرون جنوبا للعراق والشام إن هذه أرضنا أخذت منا، لا، طالما إن إحنا دولة للأتراك يبقى ننظر شرقا للعرق التركي، اللي هي آسيا الوسطى اللي فيها مسلمين أتراك، وأذربيجان وتركستان الشرقية. فبالتالي النظرة لإقامة الدولة على أساس العرق هيؤدي لصدام مع مين؟ مع روسيا. لأن أنت كتركيا عاوز تضم مين؟ عاوز تعمل تركستان الكبرى. طب مين بيسيطر على تركستان الكبرى؟ الروس والصينيين. طب لو أنت عاوز بقى تعمل الدولة العثمانية الكبرى اللي هي إسلامستان الكبرى، يبقى أنت في الحالة دي تخش في حرب مع مين؟ مع الإنجليز والفرنسيين والأمريكان حاليا وإسرائيل وكذا. فهذا هو الأساس النظري. والأمر الثاني إنه خلاص ما عادش عامل، لأنه الشريعة الإسلامية لا تطبق، فتؤخذ بالعلمانية، لأن الشريعة الإسلامية لا تطبق. إحنا بنتكلم هنا على هوية تركية، وليس بنتكلم على دولة قائمة على أساس الإسلام أو للمسلمين. طيب من أين جاء هذا الأساس النظري؟ الأساس النظري هنا بنقول لماذا معاهدة لوزان لم تولد في 1923، إنما ولدت في عهد السلطان عبد الحميد ومن قبله السلطان عبد العزيز، بل ومن قبل في عهد عبد الحميد الأول، ويعني حتى في عصر اللي بيقول اتفاقية لوزان دي تقدر تقول ولدت من عام 1775 لما هزمت الدولة العثمانية أمام روسيا، وبدأت الدولة العثمانية تأخذ بالنموذج الغربي والأفكار الأوروبية. بدأت اتفاقية لوزان بذرة تنمو كالجنين كده، ينمو شيئا فشيئا، وبعدين الجنين بيكبر في بطن أمه لحد لما تلده ويصرخ بقى يعلن عن مجيئه. فاتفاقية لوزان 1923 ده الإعلان عن مجيئها، لكن هي كانت بتنمو كالجنين. طيب اتفاقية لوزان خدت بفكرتين، فكرة القومية وفكرة الوطنية، إن احنا وطن، إن في وطن للأتراك اللي هو تركيا، وإنه العرق القومية التركية. هنا نعود إلى هذه الأفكار من أين جاءت؟ نعود مرة أخرى للأساس النظري للدول التي كانت تحارب تركيا، الدول التي حاربت الدولة العثمانية. إيه الأساس النظري الذي حدث عندها؟ مسألة مهمة جدا. لما ننظر لأوروبا في العصور الوسطى اللي كانت بتحارب الدولة العثمانية، كانت بتقوم على أساس نظري، وهي إن في دولة للمسيحيين، المسيحيين الكاثوليك اللي هي أوروبا الغربية، كانت بتخدمها الإمبراطورية الرومانية المقدسة، أسبانيا، إيطاليا، فرنسا. ولكن كانت الأوروبيين كلهم بمفهوم الإنجليز
يعرفون أنفسهم على أننا أمة مسيحية كاثوليكية، وإحنا بنحارب الدولة العثمانية لأنها أمة إسلامية. فكانت الدولة العثمانية والدول الأوروبية بتقوم على نفس الأساس النظري، إن دولة قائمة على أساس الدين. إحنا دولة عثمانية للمسلمين، وإحنا دولة رومانية غربية للمسيحيين الكاثوليك. طب روسيا كانت بتقوم على نفس الأساس النظري، نحن دولة مسيحية للأرثوذكس. ما الذي جرى في أوروبا وهينتقل للدولة العثمانية؟ جرى في أوروبا الثورة الأولى الخطيرة جدا اللي هي بتحكم العالم حتى اليوم، اللي هي الثورة البروتستانتية. أمريكا بروتستانتية بتحكم العالم، ومن نتاج البروتستانتية إنشاء إسرائيل. الثورة البروتستانتية قامت على أساسين: إن هي موجهة ضد فكرة الدولة المسيحية الواحدة، هنقسمها. شوفوا دي سايكس بوك الأولى خالص، هنقسم أوروبا على أساس الدين. هيبقى في أوروبا كاثوليكية وأوروبا بروتستانتية. الأمر الثاني مركزية اليهود في المذهب البروتستانتي. الديانة الكاثوليكية، يعني أنت لو جبت أي أوروبا في العصور الوسطى يقول لك أنا مسيحي كاثوليكي، مش هقول لك أنا ألماني ولا أنا فرنساوي ولا أنا بريطاني ولا شيء من هذا القبيل. طيب الجماعة الكاثوليك هؤلاء كانوا يقولون إنه اليهود قتلوا المسيح. مش أنت مثلا في الإسلام في التاريخ الإسلامي إن في واحد يهودي حاول، خلي بالك من حاول إنه يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب أمال بقى لو كان قتلوا؟ عند المسيحيين الكاثوليك أن الذين قتلوا عيسى عليه السلام، هذه العقيدة في الإسلام أنه لم يقتل، ولكن هذه في العقيدة المسيحية الكاثوليكية وفي الكنيسة أن اليهود قتلوا المسيح فيجب أن يلعنوا وبيجري اضطهادهم إلى آخر. ده موضوع آخر يعني. ولذلك بيتعمل قانون معاداة السامية ضده بقى. لما جرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية، المنتصرين اللي هم مين؟ البروتستانت، عملوا قانون معاداة السامية ضد مين؟ الجماعة الكاثوليك. طيب المذهب البروتستانتي بيقوم على أساس إيه؟ على أساس إن إحنا يجب أن نحب اليهود لأن المسيح يهودي. مش إحنا المسلمين بنقول النبي عربي، فتلاقي مثلا المسلمين الأتراك من 100 سنة لما كان واحد عربي يكون موجود في الأناضول يمسحون على ملابسه ويقولون يعني يأخذون بركة منه، والمسلمين في باكستان وأفغانستان وهكذا. ليه؟ لأن هؤلاء قوم الرسول. فالمذهب البروتستانتي قام على أساس أن اليهود هم قوم عيسى عليه السلام، أنه ولد يهوديا وهؤلاء أخواله، وبالتالي حب اليهود جزء من الديانة أو المذهب البروتستانتي، وإن إحنا كي نرضي الرب لابد أن نقيم دولة لليهود في فلسطين. ولذلك من الكذبات الكبيرة أن اليهود أقاموا إسرائيل، وده غلط. اللي أقام إسرائيل من؟ المسيحيين البروتستانت، الإنجليز والأمريكان من بعدهم. ولذلك أيضا هتجد الماسونية نشأت في بريطانيا. يعني الماسونية أول محفل ماسوني في بريطانيا. طب مقر الماسونية في العالم فين؟ في أمريكا. بريطانيا بروتستانتية، أمريكا بروتستانتية. فهنا أول ثورة قامت ضد الديانة الكاثوليكية وضد فكرة أوروبا واحدة على أساس الدين. بقى فيه دي الثورة البروتستانتية، هتلاقي حصلت في ألمانيا، في بريطانيا، في أمريكا، وهتحكم العالم بقى، هتحكم العالم سواء الإنجليز وبعدهم الإنجليز الأمريكان يعني. بعد ذلك قامت ثورة ثانية ضد الكنيسة الكاثوليكية، ضد إن إحنا ما إحناش كاثوليك وإحنا مش أمة واحدة، اللي هي الإيه؟ الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية قامت بالعلمانية، الحرية والمساواة. فماذا فعلت؟ قتلت قساوسة الكنيسة وقتلت الملك، يعني هو قتلت كل ما يمثل الديانة المسيحية، فهي قامت ضد الديانة المسيحية. ثم أخذت بقى بفكرة الوطنية والقومية. طبعا اليهود استفادوا كثيرا من فكرة القومية ومن فكرة الوطنية بالذات، لأنه في الثورة البروتستانتية أصبح اليهود في مكانة عليا، إن إحنا قوم عيسى عليه السلام ويجب تكريمنا وكذا. ولذلك اللي يشوف منكم حفل تتويج ملك بريطانيا
هتجد ان هي بتقسم على انه موجود على اليوتيوب من عام 1953 ان هي تخدم شعب بني اسرائيل. الثورة الفرنسية لما ألغيت الديانة المسيحية الكاثوليكية وأخذ بمبدأ المواطنة، احنا كلنا مواطنين، ما تقوليش أنا مسيحي ولا يهودي ولا مسلم. فهنا أصبح من حق اليهود ممارسة العمل السياسي، استفادوا كثيرا جدا. فأصبحت أوروبا بيحكمها مبدأ القومية والوطنية، العرق، احنا العرق الفرنسي، العرق الألماني، العرق الإنجليزي وهكذا. طيب لما هذه الدول دخلت في الحرب العالمية الأولى وهزمت، من اللي هزم في الحرب العالمية الأولى؟ روسيا، الدولة العثمانية، ألمانيا. ماذا سنجد؟ ماذا سيحدث؟ روسيا هزمت، وروسيا ايه الأساس الفلسفي بتاعها؟ إن هي دولة مسيحية أرثوذكسية. فجرى الانقلاب على هذا الأساس الفلسفي وهدم روسيا القيصرية وقتل العائلة الحاكمة، الأسرة القيصرية، وإعلان أساس نظري جديد: نحن دولة اشتراكية ملحدة. فقامت، مش حتى روسيا، هم غيروا اسمها الاتحاد السوفيتي، يعني بدل ما اسم روسيا غيروه للاتحاد السوفيتي، وبقى في حكم شيوعي جديد، والحكم الشيوعي يقوم على الإلحاد عكس الكنيسة الأرثوذكسية. طب في ألمانيا ما الذي حدث؟ هزمت ألمانيا، أتبقى ألمانيا؟ لا، أيضا القيصر، لأنه القيصر كاثوليكي في دولة كاثوليكية، وإحنا دولة للمسيحيين الألمان، وهو بالأساس غالبيتهم كاثوليك، لأن النمسا كاثوليكية ونصف ألمانيا كاثوليكية وبولندا كاثوليكية، فغالبية سكان ألمانيا من الكاثوليك في ذلك الوقت. فجرى خلع القيصر، يعني هتجد إنه إيه؟ الدولة بتهزم ونظامها الإيديولوجي بتغير، مش بنشيل حاكم، ما بنشيلش سلطان عثماني ونحط سلطان عثماني، لا، هو كله بيتشال. ففكرة القيصرية كلها، الإمبراطورية الألمانية، الإمبراطور كله اتشال، الأسرة كلها اتشال، وأعلنت الجمهورية الألمانية. هتجد في تركيا أيضا الدولة العثمانية كلها حذفت وألغيت وأقيمت الجمهورية، وأيضا الأساس النظري تغير، بدل ما هي دولة للمسلمين الدولة العثمانية بقت جمهورية تركيا دولة للأتراك. فهنجد أن الأمر، يعني اللي حصل في ألمانيا في الثورة البروتستانتية واللي حصل في فرنسا في الثورة الفرنسية، هتلاقيه حدث وتكرر حرفيا في روسيا، في تركيا، في ألمانيا. هتلر حاول يقاوم في الحرب العالمية الثانية، المهم ده موضوع آخر مش بتاعنا. نعود مرة أخرى إلى كيف ولدت معاهدة لوزان. نقول بما أن الدول الأوروبية أخذت بمبدأ القومية والوطنية كما ذكرنا، فالدولة العثمانية لم تأخذ بذلك، وروسيا لم تأخذ بذلك أيضا. فما الذي جرى؟ لما هزمت الدولة العثمانية في حروبها مع روسيا بقت تستنجد بالإنجليز والفرنسيين والألمان. فهؤلاء لما كانوا يرسلون قواتهم لمواجهة الروس كان بشروط: أنكم تأخذون بالأساس النظري لدولتنا. الدولة العثمانية تقول أنا للمسلمين، فجرى تغيير هذا الأساس النظري، فبقت الدولة في حاجة اسمها العثمانية، يعني الجنسية العثمانية والمواطنة العثمانية، إن المسلم مواطن عثماني والمسيحي مواطن عثماني. طب بالنسبة للمسلمين اللي خارج الدولة العثمانية زي مسلمي المغرب أو مسلمي السنغال أصبحوا أجانب. وده الأول مرة في التاريخ الإسلامي إنه يصبح المسلم أجنبي في بلد إسلامي آخر، لأنه قبل ذلك إنه ممكن يجي مسلم من السنغال يصبح قائد للجيش العثماني، ليه؟ أنت مسلم خلاص. لكن المسيحي اللي ساكن في اسطنبول مش من حقه يكون قائد للجيش العثماني. لكن تعريف بقى أخذوا بالهوية العثمانية، وده في عهد الدولة العثمانية نفسها في أواخر 100 سنة. فالأخذ بالهوية العثمانية بقى فيه العثمانيين والمسلمين. شوف بقى المسلمين قسموا اتنين، عثمانيين ومسلمين، والمسلمين اللي خارج الدولة أصبحوا أجانب. وإن الدولة العثمانية لم تطبق هذا حرفيا، يعني كان ممكن يجي خير الدين التونسي من تونس وهو مفروض مش عثماني ويبقى هكذا، يعني ما مسألة نصوص قانونية وكذا. لكن بدأ يجري عمل ونشاط وإعلامي لإنشاء فكرة إن احنا مفروض نكون دولة للأتراك، فكرة التركية. ومن هنا بدأت تنشأ جمعيات مثل تركيا الفتاة،
الاتحاد والترقي اللي عملوا انقلاب على السلطان عبد الحميد. الاتحاد والترقي لما خلعوا السلطان عبد الحميد بدأوا يتحدثوا عن طوران الكبرى وتركستان الكبرى، دولة كبرى للأتراك. ولكن الجماعة دول كان عندهم مشكلة، انه بقى في هويتين في وقت واحد، ان احنا دولة عثمانية إسلامية للمسلمين ومفروض نحرر مصر بلدنا المحتلة والسودان بلدنا المحتلة، وان احنا أتراك مفروض نحرر وسط آسيا اللي هو تركي. فتقدر تقول انه من خلع السلطان عبد الحميد مرحلة انتقالية ما بين احنا دولة للأتراك ولا دولة للمسلمين، فالمسألة كانت متلخبطة، يعني الفكرة مش واضحة. زي ما واحد بيقول لك أنا عربي، تقصد إيه أنا عربي؟ يقول لك يعني أنا مسلم، كده ما الفكرة مش واضحة. يعني أجدادنا لما عبد الناصر كان لهم القومية العربية، فأبانا يعيدوا القومية العربية إيه؟ إن هي توحيد للعرب لأن هم مسلمين. هم مش دماغهم إن القومية العربية في مواجهة الأتراك أبدا. طبعا لما الشريف حسين ده القومية العربية كان ده إيه؟ خيانة، لأن ده من الإنجليز. هو كان فكرهم القومية العربية توحد البلاد العربية. كمان الأتراك بيعتقدوا إنه القومية التركية يعني هنوحد البلاد التركية، فإحنا كلنا مسلمين وأتراك وهنتحد مع بعض. نفس فكرة اللي جمال عبد الناصر كان بيروج لها. فهي لا تعني بالضرورة العلمانية، ولا تعني بالضرورة أنها موجهة ضد العرب أو الأكراد أو كذا. ده اللي بعد ذلك. فالذي جرى إنه في مرحلة انتقالية بدأت فكرة إنشاء الدولة على أساس العرق وليس على أساس الدين. بدأت من عهد الدولة العثمانية، وبدأت بعد كده تصبح لها صحف تصدر في عهد السلطان عبد الحميد ومن قبله عبد العزيز. ثم أصبح لها تنظيم، خلي بالك بقى ركز، الفكرة أصبح لها إعلام لسان، ثم أصبح لها تنظيم سياسي، ثم دخلت في الجيش العثماني بقى عندها قوة عسكرية مسلحة، ثم قامت بانقلاب وسيطرت على الحكم، ثم بدأت تطرد الفكرة القديمة بقى، تقضي عليها، حتى أقيمت إعدامات لمشايخ المسلمين في اسطنبول بعد انقلاب خلع السلطان عبد الحميد، اللي هم بيمثلون الهوية الإسلامية للدولة العثمانية. وبدأ هنا فكرتين، إن احنا دولة للمسلمين ولا دولة للأتراك. لما هزمت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، هنا بدأ تؤسس دولة للأتراك وتختفي دولة للمسلمين. فهذا هو الأساس النظري لاتفاقية لوزان. أخيرا تطبيقات اتفاقية لوزان. بعد توقيع اتفاقية لوزان خلاص جرى تطبيقها بالحدود اللي احنا شفناها، وإن المضاق البحرية تصبح ما فيهاش مسلحة. بعد ذلك في اتفاقية مونترو 1937 هيسمح لتركيا بتسليح المضائق، وهتجري تغييرات، بس مش ده المهم قوي. إنما هنجد إن الأساس النظري لاتفاقية لوزان جرى تطبيقه بالفعل. يعني الأساس النظري بعيدا عن نصوص الاتفاقية نفسها، لا بقى فيه تطبيق فعلي، بمعنى إنه داخل تركيا أصبح بيجري تعريف سكان الدولة على أننا نحن الأتراك. طب في عهد الدولة العثمانية ماذا كنا نقول؟ كنا نقول نحن المسلمين. فأصبح المناهج التعليمية والإعلام والأغاني والألعاب الإلكترونية وكذا بتقول من؟ بتقول نحن الأتراك. وفي نفس الوقت الأخذ باللغة التركية وإخراج الكلمات العربية منها اللي هي جاية من ثقافة أخرى. فهتجد إنه ومن هو الوطن بتاعنا؟ الوطن بتاعنا تركيا، والوطن الأكبر اللي هو تركستان. لكن البلاد العربية خرجت خلاص، مش في دماغنا، ولا بلاد البلقان، يعني صربيا بالبوسنة والهرسك إلى آخره. إنها ممكن الله إحنا عاوزين المنطقة اللي بيسكنها أتراك في اليونان، والمنطقة اللي بيسكنها أتراك في بلغاريا، لأن الدولة على أساس العرق. فالأساس النظري هو اللي ساد وحكم تركيا إلى يومنا هذا. إذا متى تسقط اتفاقية لوزان أو متى تلغى؟ لما الأساس النظري بتاعها يجري إسقاطه. يعني إيه؟ يعني لو جم سكان تركيا قالوا والله إحنا هنعيد تعريف نفسنا يا جماعة، إحنا مسألة إحنا أتراك، لا إحنا هنقول نحن مسلمين، هيحدث إيه؟ يبقى إحنا لابد نضم سوريا لأن أرضنا، ولابد نضم العراق، ولابد نضم مصر، ولابد نضم ليبيا، وهكذا. يبقى بقى في حلم جديد. فلو قام أساس نظري جديد للدولة في تركيا غير الأساس الموجود عليه، هتبدأ الأمور تختلف.
أيضا لو أنه جرى أن تركيا تخلت عن العلمانية وأخذت بالإسلامية أو تطبيق الشريعة الإسلامية، هتبدأ الأمور تختلف، لأنه هيترتب على الأساس النظري عمل عسكري وعمل سياسي وحلم جديد. هي بدل ما في الحلم التركي ان احنا عاوزين نضم وسط اسيا، لا، عاوزين نضم الشام والعراق ومصر وكذا، وهذا الايه الكلام. فاذا ان طول ما الاساس النظري لاتفاقيه لوزان قائم، طول ما اتفاقيه لوزان قائمه. الامر الثاني انه هذا الاساس النظري لابد من قوه عسكريه تحققه او تغيره. يعني تركيا اذا انتصرت في هذه الحاله، اذا انتصرت عسكريا، هتعمل ايه؟ هتبدأ تغير من الأساس النظري. يعني افترض اليوم إن تركيا راحت ضمت أذربيجان أو ضمت تركستان أو آسيا الوسطى، فخلاص الأساس النظري للدولة التركية في بلغارد، إحنا أتراك وضممنا بلاد الأتراك. طب لو الجيش التركي دخل اليوم وفتح دمشق، طب دمشق دي عربية، هناخدها ونضمها نقول إيه؟ يبقى إحنا لابد نغير ونقول لا والله إحنا دولة للمسلمين وإحنا ضمنا دمشق لأن دمشق إسلامية وبتاع المسلمين، وهكذا. خلي بالك، ولذلك أردوغان لما جه يبرر أمام الأتراك ليه الجيش التركي راح ليبيا، قال لأن ليبيا فيها أتراك. طب لو هي تركيا بتقوم على أساس إحنا دولة للمسلمين، كان هيقول لهم إيه؟ إحنا ذهبنا ليبيا لأن إحنا ليبيا فيها مسلمين، وهكذا الأمر. فإحنا بنقول لابد من عمل عسكري لتغيير اتفاقية لوزان. العمل العسكري إما إنه يكون إيجابي، يعني تركيا تنتصر في حروب فتوسع أرضها، وفي الحالة ديت تستند إما إن الأساس النظري اتفاقية لوزان يكفيها، أو تعيد تغيير الأساس النظري إن إحنا والله دولة للمسلمين فمن حقنا نضم مصر أو نضم الشام أو شيء من هذا القبيل. طب لا قدر الله حصلت كارثة وحصلت العكس، تركيا هزمت، هيبقى بقى ما عادش اتفاقية لوزان للعرق التركي، لا، هتبقى بقى إحنا إيه، هنعمل دولة أنقرة أو دولة اسطنبول، هتبدأ مفاهيم نظرية جديدة. فإذا الأمر ليس بهذه البساطة أو السهولة التي نتخيلها. كلمة أخيرة، هل توقيع اتفاقية لوزان في وقتها كان سيئا؟ لا. ليه؟ لأنه اتفاقية لوزان وسعت حدود تركيا أم صغرتها؟ يعني لو اتفاقية لوزان قلصت حدود تركيا يبقى كارثة، لو وسعتها تبقى جيد. فاتفاقية لوزان ترتب عليها انسحاب الإنجليز من اسطنبول والمضائق، فطبعا هذا شيء إيجابي في الاتفاقية. الأساس النظري بتاع الاتفاقية تحدثنا عنه، التطبيقات النظرية للاتفاقية تحدثنا عنه، فهذه كل جوانب اتفاقية لوزان في حدود ما أعرف. هنا اتفاقية لوزان كتاب مسموع، أرجو أن تسمعوه لأهميته في مجال التاريخ، وأيضا في كتب أخرى اعتمدت عليها في هذه الحلقة سأذكرها، وهي التالي. أولا كتاب الاتحاديون، وهو عبارة عن دراسة عن جمعية الاتحاد والترقي التي خلعت السلطان عبد الحميد. كتاب تاريخ الدولة العثمانية للمؤرخ التركي يلماز أستونة. كتاب المسألة الشرقية للزعيم الوطني مصطفى كامل. كتاب تفكيك أوروبا العثمانية، يتحدث عن نشأة دول البلقان الحديثة. كتاب الانقلاب العثماني، وهو مذكرات لأحد الضباط الأتراك الذين كان من حراس السلطان عبد الحميد. مذكرات الملك عبد الله ابن الحسين ابن الشريف حسين الذي قاد الخيانة ضد الدولة العثمانية. مذكرات جمال باشا قائد الجيش العثماني في الشام خلال الحرب العالمية الأولى. مذكرات علي بيك فؤاد رئيس أركان الجيش العثماني في خلال الحملة على مصر. كتاب تاريخ ثورة 1919 لعبد الرحمن الرافعي في مصر. كتاب يقظة العرب للمؤرخ البريطاني جورج أنطونيوس، وهو دبلوماسي بريطاني. كتاب الثورة الفرنسية، يتناول أحداث الثورة الفرنسية. كتاب تاريخ أوروبا في العصور الوسطى. أغلب هذه الكتب كتب مسموعة على اليوتيوب، يمكن أن تبحث على اسمها على اليوتيوب ستجدها. وهنا كتاب معاهدة لوزان، نصوص معاهدة لوزان، أرجو أن تسمعوه في مجال التاريخ، وأرجو الاشتراك في القناة بالضغط من هنا. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.